مش حودي دخل بجد على الموضوع ده وكده غلط. بص رفعت رجاله دول تفرج بيسلموا على بعض من غير ما يعملوا قرعه. هيعملوا القرعه لسه تعمل. هيعملوا قرعه. يعني نقف ولا نقعد؟ نقف يا زيد. نقف جنب الفرقه. جدع شويه معانا النهارده. جدع معانا شويه زي اللي بتعمله شويه ولو عشر اللي بتعمله مع كفر الشيخ. تشتغلوا بقى. لا يا ريس خلاص يا عماد اقعد. السجال بيقول لك اقعد بجنب. قلنا بلاش التهريج. الحمد لله على 3 بونت. الحمد لله للجمهور اللي جه النهارده وساندنا. بنقول شكرا للجهاز الفني، الكابتن شحات غنيم والكابتن علي تشيش والكابتن احمد عشوي والكابتن متولي والكابتن وليد شبراوي. بس روح في الفرقه جديده السنه دي، اول مره من 5-6 سنين نشوف الروح دي موجوده في فرقه بيلا. اول مره نشوف الجمهور بيجي بالمنظر ده. اي نعم الاعداد مش زي السنين اللي فاتت، بس ان شاء الله في تزايد، وان شاء الله احنا هدفنا الصعود وما بنفكرش في اي نواحي لا ماديه ولا اي حاجه ثانيه، مش شاغلين بالنا بالاداره ولا باي حاجه. احنا ان شاء الله بامر الله هدفنا السنه دي الصعود وهنصعد بامر الله. كابتن شحات غنيم المدير الفني لنادي بيلا، وبنبارك لك النهارده مش على الفوز، على الاداء كمان يا كابتن. الله يخليك. شكرا والله. يعني احنا بنحاول وبتاع وبنجتهد، وفرقه ماشيه بقى لها دلوقتي 5 ماتشات دلوقتي كويس، ما بتخسرش، ومستواهم طبعا في الطالع، وباذن الله عندنا برضو ماتش الكاس يوم الثلاث، وعندنا برضه ماتش مهم في تسوق يوم السبت باذن الله. يعني يجدعنا بس الاسبوع ده اسبوع سخن جدا يا كابتن، بطوله كاس وترجع في بطوله الماتشات كلها. حتى الماتش بتاع النهارده برضه كان فرقه اللي كنا بنلعبها فرقه محترمه وفرقه كويسه، والماتشات كلها بقت صعبه، مش ما سهله يعني. اي فرقه، وفي الدور الثاني طبعا كل الفرق بتبقى اللي عايزه، اللي بيصارع على النزول واللي بينافس واللي بتاع، فالماتشات كلها صعبه يعني. سؤال فني يا كابتن، داخل مجريات لعب المباراه النهارده، انت ابقيت على محمد يسري فترات كتير في الملعب ليه رغم ان عنده اصابه؟ لا هو ما عندوش اصابه، هو يسري بيلعب يعني بقى له اكتر من 3 اسابيع وهو عنده الضمه، والراجل بيجتهد وبيقول ان انا عايز العبه وانا سليم وبتاع، والراجل انا شايفه بيأدي كويس وبديله مساحه بتاع بقى بطلعه بريحه وبتاع. لا 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 ما بيلعب معانا بقى له 3 4 ماتشات بالطريقه ديت بتاع. هو عنده ظروف بس صحيه يعني في شغله وبتاع، دي بس اللي مأثره عليه، مش في حكايه التمرين او اجهاد عنده او حاجه، هو عنده ظروف في شغله. كابتن شحات غنيم بتوعد جمهور بيلا بايه؟ لا انا ما بوعدش يعني، احنا بنجتهد والباقي على ربنا يعني. ما نوعدش يعني، احنا بنجتهد لاخر الموسم وباذن الله ربنا يسهل. الحمد لله، وظروف الصحيه اتحسنت طبعا الحمد لله، وما نقدرش نتاخر على الفرقه في اي ماتش، لان انت عارف الماتشات كلها بقت اهميه جامده، وطبعا انتم لهم اهميه، فلازم يكون متواجد يعني مع الفرقه.
كابتن بتتعبوا بتجهزوا المباراه، يعني الماتش خلص بتجهز للمباراه القادمه، يعني ممكن في الثواني الاخيره بتبدا تفكر في الماتش اللي جاي. انا قلت لحضرتك قبل كده مجرد ما الحكم بيصفر خلاص بنقفل الصفحه ديت ونشوف الماتش الجاي، ما نفكرش في اللي بعده، نفكر في اللي جاي بس. كابتن عندنا الماتش الجاي ماتش الكاس يوم الثلاث، وعندنا اللقاء يعني نقول ديربي المجموعه بيلا وتسوق. ماتش الكاس ما هو زي ايه ماتش في الدوري، ما هو يعني اهميته برضه مش هيبقى زي الدوري اللي احنا مركزين عليه، وطبعا ان شاء الله يكون لنا يعني نصيب الاسد فيه ونعدي باذن الله ماتش الكاس ده، وقعد نفكر في السوق بعد كده. شكرا يا كابتن حسام النشيلي عضو مجلس اداره وامين الصندوق، النهارده بنبارك لك ونقول بيلا خلاص بينا في المقدمه. الحمد لله. انا ما اعرفش نتائج الحمول ايه وتسوق، بس الحمد لله ان ربنا كرمنا النهارده بالفوز، وان شاء الله يكلل جهودنا ان شاء الله بالصعود باذن الله ان شاء الله. كابتن حسام، مع الصحوه الفريق الاول لكره القدم بنادي بيلا، اكيد المكافآت هتتغير ان شاء الله باذن الله. باذن الله بنوعد الفريق ان احنا نعدل المكافآت الدور الثاني باذن الله. كابتن حسام، الجمعه الماضيه كان اول اجتماع لمجلس الاداره، عايزين نعرف ايه اللي تم في اول اجتماع. لا هو كان اجتماع تعارفي بس، متعرف على الشباب اللي داخلين، المجموعه اللي داخله مجموعه اول مره تدخل معانا، فان شاء الله المجموعه دي فيها طموح ان احنا نعمل حاجه السنه دي، وان شاء الله يساعدونا بالطموح اللي عندهم والافكار اللي عندهم. باذن الله احنا كل مجلس الاداره موجود بكامله، الاستاذ جمال الصرافي والكابتن حسام النشيلي والكابتن محمد خليفه كله موجود، كلهم موجودين، كلهم بيساندوا الفريق علشان باذن الله الصعود السنه دي، واحنا كلنا بندعمهم واحنا كلنا ورا الفريق وبنشجعهم باذن الله، وباذن الله هيكون لنا مستقبل حلو، لان خساره ملعب زي ده ونادي كبير نادي بيلا المفروض يبقى له وضع في كره رياضيه في مصر باذن الله. كره القدم منظومه، يعني مش هنعلى بالمنظومه اذا كان في لعيبه مرتاحه ماديا، مكافاه الفوز في بيلا 100 جنيه ينفع؟ والله امكانيات ما عندناش امكانيات، فاحنا الحمد لله ان الفرقه كلها واخده فلوسها وما فيش يعني حاجات بسيطه، وباذن الله يعني ايه هنراعي الحاجات ديت، وباذن الله يعني ايه الفرقه تبقى مبسوطه. مجلس اداره جديد، مجلس اداره شاب، بنقول ان في طموح، في رساله انتوا عايزين تقدموها خلال الدوره القادمه، يعني خلاص الجماهير يعني ورانا في الكاميرا بتقول بيلا بيلعب في دوري مراكز الشباب. احنا عاوزين مسانده جمهور بيلا الحقيقي، يجي يشجع فرقته ويدعمها، ولازم التواجد ان كل بيلا تدعم فرقتها وتحافظ عليها علشان خاطر اسم بيلا. وليد عكاشه المدرب العام لنادي الزمالك قال لنا بنقول لك النهارده هارد لك، ونقول يعني قال لنا خارج المنافسه ولا ايه؟ والله في فرق امكانيات بس ان شاء الله احنا بنحاول بنبني فرقه جديده، معانا ناشئين كويسه، ان شاء الله نبقى نظهر بمستوى احسن ان شاء الله باذن الله يعني. كابتن بنقول ماتشاتكم صعبه، انتوا بتلعبوا ما عندكوش ملعب، في اجواء، في قله موارد، يعني عندكم مشاكل كتير يعني. عندنا مشاكل والله كتير وبنحاول احنا بنتغلب عليها، بس ان شاء الله ربنا يسهل، يعني احنا بنحاول بقدر الامكان بنبني فرقه جديده زي ما قلت لحضرتك، بس منافسه شرسه جدا، انت عارف ان في بيلا وفي الحمول وفي تسوق، صعبه جدا 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 السنه دي المنافسه، بس ان شاء الله نحاول نبني فرقه كويسه ونخش، واحنا يعني بنبارك لبيلا فرقه كويسه وفرقه ملتزمه، ربنا يكرمها ان شاء الله يعني باذن الله. عصام عاشور لاعب زمالك قال لنا، والنهارده بنقول لك هارد لك، ومش ده فرقه قال لنا اللي شفناها السنه اللي فاتت. هو كابتن والله الحمد لله على كل حاجه، بس هو كتر الاصابات هي اللي اثرت معانا النهارده، في 5 لاعيبه عندنا غايبين فاثروا معانا، وبرضه الماديات وكده، ففي بعض اللعيبه نفسيتها مش كويسه، فده اللي حصل النهارده، سبب تغييرنا من الدور الاول للدور الثاني، احنا الدور الاول كنا ماشيين كويس، فالدور الثاني بعض المستحقات ما خدناهاش، فاللعيبه نفسيتها مش كويسه، فده اللي حصل زي ما انت شفت النهارده في ماتش النهارده وكده يعني. كابتن، نقول ان الجهاز الفني بيتعامل معاكم في الحاجات ديت، ولا بيقف مكتوف القدم مع مجلس الاداره ولا؟ لا، هو الجهاز الفني تقريبا يعني غالبا بيقف معانا، وبس مجلس الاداره بيزق زي الجهاز الفني، ضغط عليه في حته ان احنا نكسب، واحنا قلنا لهم هنكسب، ما طلعوا للفريق فلوس وكده يعني، فسبب الخساره يعني هي زي ما انت شفت. شكرا يا كابتن. رغم الظروف ومتواجد في كل ماتش معانا، ودايما مساند لفرقه بيلا. طبعا ايوه موجود. عجبك اداء بيلا النهارده؟ والله كويسه ان شاء الله بيلا. مين اللي بيعجبك من لعيبه بيلا؟ لا انا ما اعرفهمش اولا، لانهم 3 ارباع ما همش من هنا، لان يعني كمان يعني بقى لي 40 سنه بشجع بيلا، 40 سنه بشجع بيلا هنا. تشجع نادي بيلا، مالكش مين اللي في الملعب ما بتفرقش معاك؟ لا اهم حاجه اسم بيلا. اهم حاجه اسم بيلا طبعا. النهارده مين عجبك في الملعب النهارده، رقم كام؟ برضه ما اعرفش، ما اعرفهمش. تعرفهمش؟
شكرا. بثلاثة أهداف دون رد، بيلا يفوز على زمالك اللين ويتقدم نحو صدارة المجموعة بعد الحمول. أحمد عبد الفتاح لكرة بلدنا.